السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وأكلمكم النهاردة عن القصة الحقيقية لفيلم المرأة المجهولة بطولة شادية وعماد حمدي وكمال الشناوي. فيلم المرأة المجهولة إنتاج عام 1959، وهو مأخوذ عن المسرحية العالمية مدام إكس. وهذا الفيلم مر بمراحل عديدة، حيث أن المخرج حسن الإمام كان مرشح لإخراج هذا الفيلم، وكانت البطلة التي اختارها حسن الإمام هي هند رستم. ولكن حسن الإمام اختلف مع منتج الفيلم محمد حسن رمزي على الأجر، فاعتذر عن الإخراج، وبالتالي اعتذرت هند رستم هي الأخرى عن القيام ببطولة الفيلم. فأسند المنتج حسن رمزي الإخراج إلى محمود ذو الفقار، والذي قام بترشيح شادية لهذا الدور، والذي كان بمثابة مغامرة لها، حيث أنها اعتادت على أداء الأدوار الخفيفة والفتاة الدلوعة، بالإضافة إلى أنها في الفيلم ستقوم بدور امرأة عجوز بالشعر الأبيض والتجاعيد التي تملأ وجهها. ولكنها قبلت التحدي، وأظهرت قدرات وإمكانيات كبيرة، ونجحت في أداء هذا الدور نجاحا ساحقا. وبتحكي مريم فخر الدين زوجة المخرج محمود ذو الفقار في هذا الوقت إنها عندما قرأت سيناريو وقصة الفيلم طلبت من زوجها أن تقوم هي ببطولة الفيلم، قبل أن تعرف أن شادية هي المرشحة للبطولة، ولكنه قال لها أن شادية هي التي ستقوم بالبطولة. فأخذت تلح عليه، فقام بقصفها بالكرسي، وقال لها أن شادية عندها إمكانيات وقدرات كبيرة لم تكتشف حتى الآن، وهذا الدور سوف يخرج كل طاقات شادية وقدراتها الفنية. وهذا ما حدث بالفعل، ونجح الفيلم نجاحا ساحقا، ومثل مصر في المهرجانات العالمية، وحصد العديد من الجوائز. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.